السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو راح اشرح بيه ليش ما جاي انزل فيديوهات، ليش بس صورت فيديو انه الرجعة، صورت ورا مقطعين مدري 3 بعدين سحبت على اليوتيوب. عدل الشعر شوية، اي شوي حتى نطلع حلوين مرتبين يجيك قدام المتابعين. المهم ليش اني اصلا انقطعت عن اليوتيوب، ليش سحبت على المجال المجال. بالبداية والله العظيم أريدكم تعرفون، وأتوقع الكل يعرف والكل مقدر أنه الإنسان يمر بظروف، لكن ظرف عن ظرف يختلف. أنا ظرفي كان ظرفي كان يعني ليه جاي أضحك، لأنه ظرفي كان مضحك جدا. حبيبي أيه هذا صديقي ترى عصفور يجي حبيبي هلا شوية. المهم ظرفي كان بكل اختصار يختلف عن باقي الظروف. ظرفي كان مضحك نوعا ما الى انه اني اقدر اصلا اتحكم يعني يا اخي اقسم بالله العلي العظيم هذه ذبانه ما ناوي تتركني من المقطع مال القصص دي. الله صار لي قد 12 يوم. اي انا ظرفي يختلف عن بقيه الظروف. لاحظ بالكم انه ظرف انه ما اقدر اتحكم به او شيء، ظرف اني اقدر اتحكم به. طبعا اني قبل يعني كان عندي امتحانات وزارية والكل يعرف هذه، ورجعت بالشهر السابع. الشهر السابع قلت راح اعلن هذه خلاص الاستمرارية. بعد ما منتجت اول فيديو اكتشفت انه المجال صاير صعب كلش، لازم تمنتج، لازم تسوي، لازم تفستق، يعني اشياء هواية يعني ما كنت قبل مهتم لها. هالسنة تعلمت هواية اشياء، تعلمت هواية افكتات، تعلمت المونتاج باصول بحذافير، تعلمت شلون اصور المقطع بجودة زينة وكذا هذه. فكان شوية صعب علي كأنا يوسف، طبعا وحدي كاتب أفكار، ممنتج، صورة مصغرة، صانع محتوى، وكل هذول الأشياء. وهاي غير إنه حياتي الطبيعية، إنه أنا عندي أهل، إنه أنا لازم أسوي، إنه أنا لازم أرفه عن نفسي. طبعا هذا الكلام كله فاضي، أعرف بس جاي أحكي من مخي، ما حضرت أي سكريبت. أصلا أنا أبدا ما حضرت سكريبتات. اول ما رجعت اكتشفت انه الساحه شويه متعبه. نزلت فيديو ثاني وما ادري شنو هذه، المهم فيديو ثالث. بعدها صار عندي تخربط بالنوم، انه مثلا اظل قاعد لحد ساعه 7 8 الصبح، بعدين ارجع انام واقعد بالستة تقريبا 7 مرات، حتى 7 هيج 7 وربع. فكان عندي تخربط هواي بالجدول مع نومي. فمستحيل اجي اصور لك مقطع الساعة 7 وارجع انزله. المفروض الوقت الطبيعي لتنزيل الفيديو 1 2 3، مو طبيعي انه انزل لك الساعة 7 مقطع واصلا الجمهور اصلا كله مو متفائل. فهذه اول نقطة كانت اصلا يعني مزعجة الي، وظليت تقريبا اسبوعين بس احاول اعدل نومي. ويلا البارحة سويت تحدي 24 ساعة وهم يا ريت تعدل نومي، واصلا ما تعدل الصراحة. عدا ذلك انه اني اصلا الواهس مالتي يعني مكسور، وما عندي واهسة هواي انه اصور مقاطع. مع العلم والله العظيم اني عندي الافكار، عندي فوق ال 11 فكرة كاتبها فوق ال 11 فكرة يعني جبارة، واجيب لي مشاهدات من وراها. بس والله العظيم ما عندي واس، خصوصا لما شفت انه المونتاج متعب، صورة مصغرة متعبة، لازم تفقي لك افكار، لازم تلاقي لك يعني ركن حلو. يعني هسه انا جاي اصور الساعة 5 وربع، مدرسة 5 ونص، حتى اصور لكم هالاطلالة، لان تعرفون الساعة 9 او 8 الصبح، او حتى لما يصير الساعة 6 ونص فراح تطلع الشمس وراح تضرب بعيني، فحتى تعرفون انه ايش قد اتعباني. والله العظيم متندم على كل الوقت اللي راح. يعني صار تقريبا 22 يوم من اني رجعت، بس نزلت 3 مقاطع. والله العظيم هواي متندم انه اني ما منزل قبل مقاطع. لان مثل ما تعرفون المدرسة قربت، وبالمدرسة ما اقدر انزل هواي مقاطع، يعني حدي اسبوعين شنو اسبوعين مقطعين بالاسبوع، مقطع واحد، فشوية صعبة الحبيب والله. والله العظيم متندم، لكن كل ما اشوف اقول خيره فيما اختاره. والله ممكن الله سبحانه وتعالى جعلني انه ما اصور المقاطع، جنبني من هاي مشاكل. حتى يعني جاي اشوف الدعم مال القناة كل شوية جاي يزداد. والله العظيم اتندم انه اني اصلا ما جاي اصور. فيعني كل يوم واصلا شوفوا شباب، اني فكرة الاعتزال شايلة من بالي ابدا. لا تفكرون انه اني راح اعتزل. والله العظيم اني احب المجال، سواء كان متعب او مو متعب. والله العظيم اني احب المجال اكثر من بقية. تخيلوا احب المجال اكثر من احب المدرسة. بس المهم يعني حبيب والله مستحيل اترك اليوتيوب. لو اسحب 100 سنة
ارجع لليوتيوب. طبعا نزلوا مشتركين لانه جاي يشوفوني متفاعل، وهذا حقكم والله العظيم حقكم انه تشوفون شخص مو متفاعل على اليوتيوب. ليش اني اشترك عنده؟ اني كيوسف اني لما اشوف شخص مشترك عنده ما جاي ينزل والله الغي الاشتراك، طبعا الغي الاشتراك. والله هذه اعذاري، طبعا اعرف اعذار تافهه انه واهس وماكو طاقه وما اعرف شنو هذه، بس والله العظيم هذا اللي عندي حرفيا. يعني اني كنت اشوف انه يعني لازم اتعب نفسي، وكنت شويه يعني مو وايد مستعد، لكن والله العظيم اوعدكم راح تنزل لكم اشياء جبارة والله العظيم، اشياء راح تعوض السحبة اللي سحبتها تقريبا. والله العظيم حتى ما حسيت بالايام، 22 يوم من بديت بالرجعة ونزلت بس مقطعين الى 3 مقاطع. قهر تشوف نفسك، اقسم بالله كنت اقدر اجيب ارقام عالية وارقام رهيبة، لكن الحمد لله على كل حال. اوعدكم الرجعة يعني اللي تبدا باستمرارية من شهر 8 راح تبدا بالاستمرارية، واعذروني لو راح يكون بالفترة القادمة المونتاج مو ذيك الجودة العالية اللي ممكن تتوقعها، بس اريدك تفهم اني مو شونجي اكس بونجي، اني ابدا مو مستر بيست، اني فتى ولد يحاول يصنع محتوى لوحده، موبايل بستاند ارخص ستاند بالعالم حبيبي والله يعني، بس اريدك تفهم الشيء يعني، تقدر وضعي وحط لايك. اشوفكم اللي طلعنا قبل لا نروح. دقيقة اقسم بالله العلي العظيم وهسه نقدر نقول welcome back to YouTube volume. يا حبايبي والله العظيم احبكم واعزكم، وانا احبكم ترى ما اريد اسحب لان اعرفكم انتم. ترى يا صح عندي 133 مشترك، لكن ترى متخيلين 133 مشترك مهتم بحياتي، جاي يشوف حياتي كلها، يشوف المحتوى. ترى هذا انجاز، انت بحد ذاته اذا واحد يشوفك جاي تصنع محتوى هذا انجاز، فابدا يعني حبيبي والله. المهم والله بلا ما ضرطه، بس حبيبي والله تحياتي.